أطلق الشيخ أحمد المحلاوي دعوته لكل الموجودين في مسجد القائد إبراهيم إلى أن ينصرفوا بعيدا عن المسجد، وكأنه يريد أن يحافظ على كيان المجتمع وألا تحدث فتنة في ساحة المسجد. معنا الشيخ أحمد المحلاوي من الإسكندرية. يا شيخ أحمد. تحت امرك، تفضل. ازيك يا شيخ أحمد؟ مرحبا بك. كيف حالك؟ والله بخير حال الحمد لله. وجهت دعوة اليوم لكل الموجودين في ساحة المسجد بالانصراف والابتعاد عن المسجد. من كل ذلك ناشدت الجميع انه ليست هناك ضرورة للحشد الكبير، لكن في الحقيقة الامر ما استطعش اكبت عواطف الناس نحو مسجد كان محاصر وامام بيحبوه كان محاصر لمدة 15 ساعة. ولذلك الخطبة النهاردة وبعد الخطبة كلها اشارة الى ان احنا عايزين ننفض سريعا علشان لا نترك فرصة لاي اشتباكات تحدث او اي اعتداء من البلطجيين. ولماذا حدثت الاشتباكات شيخ احمد؟ كان كسابقاتها ليس لها سبب الا انه هناك ناس مأجورون اجرهم اعداء لمصر مع الاسف الشديد من فلول الحزب الماضي وغيره من الاحزاب التانية مع الاسف الشديد. الخطبة ليس فيها اي تعرض لاي شيء يشير شيء، وبعد الخطبة وبعد الصلاة وجدنا ناس على البحر هناك بيحدثونا بالطوب. ترى ما هي الاسباب التي دفعتهم الى ذلك؟ هي التي دفعتهم المرة السابقة وهي التي تدفعهم دائما. لا يعني، ومع الاسف الاعلام يصور هذا الامر على انه اشتباك بين مؤيدين ومعارضين. لم يكن هناك اشتباك بالمرة بين مؤيد ومعارض، انما كان هناك اناس في حالهم سلميين في مؤتمرهم بعد صلاة الجمعة، فاذا بهم يواجهون بمن يرشقهم بالحجارة من هؤلاء الناس. ناشدت كل القوى بالانصراف عن ساحة المسجد. ارجو رفع الصوت شوية عشان اسمع. ناشدت كل القوى بالانصراف عن المسجد لأن المسجد ليس في حاجة إليهم. في حلقتنا التي سوف نعرضها بعد قليل مع فضيلتك شيخ أحمد محلاوي، دعوت كل القوى للحوار. هل تتصور أنه بالحوار يمكن أن نصل إلى حلول لتلك الأزمة؟ مما لا شك فيه أنه إذا أخليت الأذهان من أجندات ليست في صالح مصر وإنما لصالح آخرين وجينا بقلوب مخلصة، فإن الحوار سوف يعين على أي مشاكل. بل صدقني ليست هناك مشاكل أصلا، إنما هي الأجندة وهي الأهواء. الدستور الذي يقولون هو سبب الدستور ليس في أي شيء يشير أي حاجة بالمرة. دستور سليم 100%، مش هو الموضوع. الموضوع هو ما أكبر من الموضوع ده، وهو أن كيف يأتي التيار الإسلامي يحكم بعد عقود كثيرة كان فيها في السجن. تلك هي المشكلة. هل توجه من خلال برنامجنا اليوم دعوة لمن للدخول في حوار؟ أوجه دعوتي للمصريين جميعا ما استثني منهم أحدا، بشرط أن يكون هناك إخلاص فعلا وإرادة حقيقية لكي تستقر البلاد، ونبدأ جميعا أيدينا معا جميعا كما كانت أيدينا في الثورة المباركة في 25 يناير لنبني مصر. وأنا على ثقة تامة أنه إذا تجردت القلوب من النوايا غير السليمة وأقبل الناس مخلصين فسوف يكون هناك لمصر المكان التي تتبواه إن شاء الله. الشيخ أحمد المحلاوي، ألف شكر.